بعد إعلان الترجي الرياضي التونسي تعاقده مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بليلي قادما من مولودية الجزائر بعقد يمتد لموسمين إلى غاية 2026 وبراتب يصل إلى 700 مليون سنتيم شهريا. قام نادي الترجي الرياضي التونسي بتقديم اللاعب بطريقة فريدة من نوعها، حيث أنه تم وضع اللاعب في كرسي يجلس على كرسي ملون بألوان النادي وبجانبيه لقبين لدوري أبطال إفريقيا. هذا ما يعني أن الترجي الرياضي التونسي يعول كثيرا على يوسف بليلي من أجل العودة للتتويجات بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك مشاركة مشرفة في كأس العالم للأندية التي ستكون في صائفة 2025. وفي نهاية الفيديو قام يوسف بليلي بترديد كلمة ترجي دولة. إذا نهنئ يوسف بليلي بهذا الانتقال إلى أحد أبرز الأندية الإفريقية وهو الترجي الرياضي التونسي، ونتمنى له العودة إلى مستوى المعهود، ولم لا العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري، خاصة وأن اللاعب مازال يريد المواصلة في المستوى العالي. والفيديو الذي هو أمامكم هو يظهر طريقة تقديم اللاعب لنادي الترجي الرياضي التونسي. فقط نتمنى أن يكون هنالك انضباط من اللاعب، لأن النادي معروف على أنه نادي منضبط ويريد لاعبين منضبطين، لهذا يجب على يوسف بليلي الاستمرار وتشريف عقده الذي يمتد إلى موسمين. وممكن جدا أن يلعب بليلي كأس إفريقيا لسنة 2025 في حال تألقه مع الترجي الرياضي التونسي، خاصة وأن الترجي مقبل على دوري أبطال إفريقيا، وكذلك سيلعب كأس العالم للأندية لسنة 2025، وكل هذا سيفتح الأبواب للاعب من أجل العودة للمنتخب الجزائري. بليلي مكاشخ، ترجي دولة.